يا جماعة النهاردة هحكي لكم قصة فيها توتر وقلق، قصة عن راجل اكتشف حقيقة قاسية عن مراته، حقيقة هتخليه يشوف الدنيا بشكل مختلف. كان عادل راجل طيب ومخلص جدا، اتجوز نادية بعد قصة حب طويلة، وكانت نادية بالنسبة له هي كل حاجة. لكن بعد كام سنة جواز عادل بدأ يحس إن في حاجة غريبة في تصرفات مراته، بقت ترجعه من سفره بدري عن العادة. كان تعبان لكنه كان فرحان إنه هيشوف مراته بعد فترة طويلة. قرر يعملها مفاجأة ممكن وفجأة سمع ضحكة نادية، لكن كان معاها صوت راجل. وقف مكانه، قلبه بدأ يدق بسرعة ومقدرش يصدق اللي سمعه. هل ممكن نادية؟ مستحيل. مشي شوية بالراحة ناحية باب الأوضة، إيده كانت مش قادرة تستحمل التوتر. فكر يفتح الباب بهدوء، لكن اللحظة كانت أكبر من إنه يستحملها. فتح الباب فجأة ولقى نادية مراته في حضن راجل تاني، وضحكتها اللي معرفش يعمل إيه، يصرخ، يهرب، ولا يفضل مكانه يواجه الحقيقة. لكن قبل ما يقدر يتكلم حس بحاجة غريبة. الراجل ده، الشخص اللي كان فاكره غريب عنه، كان هو مروان، صاحبته المقرب. مروان اللي عرفه من سنين، كان هو اللي نادية اختارته عشان تخونه معاه. قلبه كان هيتقطع، وفي اللحظة دي نادية كانت بتحاول تلبس هدومها بسرعة عشان تبرر اللي حصل. عادل، أنا أرجوك فهمني، الموضوع مش زي ما انت فاكرة. لكن عادل ما بقاش فارق معاه أي تفسير، وقف ساكت وهو بيتفرج على اللي بيحصل قدامه، وبصوت هادي وقوي قال: انتهى يا نادية. مشى من الأوضة بهدوء، وكأن قلبه لسه بيدق في صدره، لكن عقله كان فصل عن الدنيا دي. كانت دي الصدمة اللي ما كانش متوقعها أبدا. في الأيام اللي بعدها حاول عادل يلملم شتات حياته، راح شغله وقضى وقته مع أصحابه وعيلته، لكن كل ما رجع البيت ذكرياته كانت بتيجي وراه. ونادية بالرغم من اعتذاراتها الكتيرة مقدرتش ترجع الثقة اللي كانت بينهم. وفي النهاية قرر عادل يسيب كل حاجة وراه. الصدمة مفيش حاجة تغفرها في قلبه. ساب البيت، ساب نادية، وقرر يبدأ حياة جديدة بعيد عن العلم ده. السؤال ليكم يا جماعة، هل تعتقدوا إن الصدمة ممكن تتغفر؟ وهل ممكن الثقة ترجع بعد المواقف دي؟ أتمنى القصة تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تسيبوا تعليق وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم.